طيبة مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج برستيج. ضيف حلقة اليوم نجم لمع في سماء الدراما العراقية، وأصبح الأكثر انتشارا في رمضان بأسلوب جديد يعتمد التلقائية في التعبير والوعي في طرح الكوميديا. تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع أروع نجوم الكوميديا، الفنان إحسان دعدوش. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا وشكرا لهذه الدعوة لقناة العراقية السريانية أو قناة السريانية العراقية. نعم. وأتمنى لكم النجاح والموفقية في برامجكم إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا طبعا سعيدين اليوم بوجودك في برنامج برستيج. اسمه برستيج، حلو. دكتور، بداية حصلت على 3 جوائز عام 85 في حق الشبلي، ممكن تتحدث لنا عن تلك الجوائز؟ ايه، هاي في معهد الفنون الجميلة سنة 85 أثناء كنت طالب الصف الثاني. فأخذت جائزة يعني أفضل ممثل ويا أقراني. كانت مسرحية رسالة الطير للمخرج الراحل قاسم محمد عندما نفذها مع طلاب الصف الرابع. نعم. وكانت جائزة مهمة، يعني انطتني مؤشر حلو ومعيار خلتني بعد ارتقي بفني. فالجائزة مو فقط هي قيمتها، لا، قيمتها المعنوية، انه نعم. حتى انه تأهلك وتشتغلين بعد اكثر على نفسك. نعم. انت حققت 3 جوائز مو جائزة واحدة. اي نعم. طبعا انا قصدت انه نبدا حوارنا بالجوائز، لان كثير من المشاهدين انه ما يعرفون انه حصلت على هذه الجوائز، لكن يعرفون انك صحيح. ممثل كوميدي. صحيح. نعم. تعرفين الجوائز هي يعني احنا نقول يعني حصيلة الجهد الفني اللي يقدمه الفنان، وبالتالي تنطيه بعد مسؤولية اكثر للحفاظ على طبيعة عمله سواء كان بالمسرح أو بالتلفزيون. فبصراحة أنا ما يعني أقول إلا تجيني هدية يلا أشتغل، لا، أنت تقدمين عملك منجزك الفني، وبالتالي التقييم إجا ما إجا هو أن تقييمي عند الجمهور. لكن من يجيك تقييم من ضمن مهرجان عيون أيضا هم حصلت على جائزة أفضل عمل. نعم. كان عندي في موسم زرق ورق، وعن برنامج الليلة ويا دعدوش. وآخر جائزة اللي قبل يومين حصلت عليها عن جائزة أفضل ممثل عن مسلسل حامض حلو، جائزة الهلال الذهبي الدورة الخامسة. نعم. دورة الفنانة الكبيرة السعدية الزيدي. طبعا أنت تستاهل كل التوفيق يا رب. الله يخليك. الله يخليك. كيف كانت عالم الست وهيبة بالنسبة لك؟ عالم الست وهيبة طبعا اللي ما يعرف المشاهدين انه قبل مسلسل عالم الست وهيبة، نعم. انا عندي تقريبا ما يقارب 70 اعلان تلفزيوني، لكن بالدراما هذا اول عمل. اول عمل. نعم. فمن كاتبين الوجه الجديد يسالوني شنو الوجه الجديد؟ احنا شايفيك بالتلفزيون، احنا نعرفك، بس الوجه الجديد في الدراما. نعم. وايضا كانت محطه مهمه امام عمالقه من الفنانين. يعني كنت محظوظ انه اشتغل في هذا المسلسل رغم قصر الدور، لكن اثر بالذاكره، وعملت مع فنانين كبار راحلين، الراحل راسم جميلي، الراحل الفنان امل طه، والفنان هواية يعني ما يحضرني اسمائهم، هواية يعني كثير من الفنانين والحاضرين اللي نعطيهم طولة العمر. فكانت تجربة مهمة، وايضا خلتني انه اختار مو اي عمل انزل به، لان اللعب مع الكبار طبعاً. او تمثيل مع الكبار ينطيك مسؤولية وحافز اكيد. الحمد لله والشكر. دكتور، مشاركتك بمسلسل برج العقرب، اي نعم، ممكن تحدثني شويه عن؟ والله برج العقرب ايضا هاي صارت فرصه ثانيه بعد سبات. تقريبا هو صار بال 2002، هذا يعني قبل الاحداث. فكنت احتاج الى عمل فني. صارت قطيعه طويله ما بين
يعني عالم ست ست وهيبة، وهيبة. ويعني تقريبا فد 4-5 سنوات أكثر. نعم. يعني ما صارت مشاركات مستمرة. فانطرح مسلسل كوميدي بالجزء الثاني، هو كان من بطولة الفنان الصديق لؤي أحمد والفنانة المبدعة إيناس طالب. نعم. فارتئل راحل علي الأنصاري المخرج الكبير الله يرحمه يسوون جزء ثاني، فبالجزء الثاني استحدثوا شخصيات. حضرتك انت كنت فانطوني مصباح بالموسيقى، فكان دور يعني قالوا هذا لو يترك بصمه عند الناس، لو انت بعد مثلك شارع. فهو توفيق من رب العالمين. اشتغلت على نفسي، قلت لك وردت ابرز، فعصاره جهدي قدمته في هذا المسلسل الكوميدي البسيط الرمضاني. بس الحمد لله انت ما شاء الله ادوارك كلها كانت يعني مميزه الحمد بالنسبه لله للجمهور. فترك اثر حلو بذيك الفتره ب 2002. فخلص يعني صرت الناس معروفه والمؤثره. بعدين اشتغلت في المسرح، فالمسرح من اشتغلت به الناس تعرف انه من احسان، لكن المسرح له سحره الخاص ايضا. صحيح. يختلف عن التلفزيون. صحيح. والحمد لله بالفعل والشكر. الحمد لله. طبعا عرفناك بالزمن الصعب وبدايات قناه العراقيه مع برنامج راحه وتعب مع المخرج حسين علي طاهر، وقبل المخرج الصديق عمار ربيعي. نعم. شنو اللي تتذكره بتلك الايام؟ والله شوفي، بدايته هو مرافق بدينا، بعدين الموسم الثاني سميناه راحه وتعب. بدايه كلش صعبه، يعني بدينا تقريبا بال 2005، فظرف صعب جدا. كان وضع الاقتصادي ووضع السياسي بالنسبه للبلد حرج جدا. فارتأت الشبكه في تلك الفتره انه لازم يكون هناك برنامج خفيف يعني يخفف عن كاهل الناس في هذا الظروف، لان كان كل برامج سياسيه بالفعل، واخبار سياسيه، فكان هو محطه استراحه. وفعلا هو مرافق، المرفأ اللي توقف فيه السفن، فكان محطه حلوه استراحه للناس. فقدمنا انا وزميلي الفنان ناهي مهدي، وبإخراج المخرج لا قبله كان عمار الربيعي. نعم. أخذ فترة طويلة. بعدين كمل من بعد الفنان والمخرج الصديق حسين. نعم. شلون كان تعاملك ويا المخرج حسين علي طاهر؟ حسين علي طاهر ومضة هادئ. نعم. يتعامل ويانا بشكل يعني بشكل علمي، ونفسر النص. هو دائما انت اذا ما يصير ألفة بين المخرج وبين الممثلين ما يصير انسجام، ما يصير انسجام. نعم. يعني انت اذا يعني شلون اقول لي التزمتين برايك ما راح يكون هناك اكيد تعامل. لازم اكو اتفاق بين اتفاق وراحه، وبالتالي راحه وتعب. راحه وتعب. فبالتالي المخرج يريد يعرف شنو طبيعه المشهد. اغلب الحلقات انا كنت اكتبها وكنا نتذاكر مع زملائي، فكان هناك ألفة وتفاهم ما بين المخرج سواء كان عمار ربيعي والمخرج حسين علي طاهر اللي كمل مشوار هذه الحلقات وتركت أثر في الذاكرة وصار على شكل سيدي، والآن نازل انتشر يعني على اليوتيوب. ففي فترة السيدي جهاز السيدي كنا محظوظين، كان ولا عمل ولا فضائية عاملة هيك برنامج انتشر انتشار مو طبيعي، فصار تتناقل الناس وفي بغداد والمحافظات. نعم. فكان في وقتها ظاهرة، وانا يعني حزني انه المفروض الشبكة تتبنى او تكمل مشوار هكذا برامج. هو بالفعل يعني لاقت نجاح في ذيك الفترة. فأسست قبل ما يطلع منظومة السوشيال ميديا واليوتيوب والتيك توك. فتخيلي بذيك الفترة انت أسستي مع الناس وصرنا اصدقائهم طبعا اكيد وسلوتهم. اكيد. فيسالوني ليش وقف راحه وتعب؟ ليش دكتور هو لحد هاي اللحظه انه راحه وتعب يترك بصمه يعني للجمهور العراقي بالفعل، يعني ما زال متابعاته اكثر، وتناولنا مواضيع حياتيه وسلوكيات خاطئه واحنا صححناها بطريقه كوميديه رائعه. كان اجمل بالفعل. اي فالحمد لله والشكر. الحمد لله. دكتور شنو اللي يتغير بالتعبير الكوميدي بالعراق؟ تغيرت هواية مفاهيم، يعني دخلت مفاهيم جديدة. صار عندنا سلوكيات مع الحداثة اللي مر بها العالم الغربي والعربي،
وتعرفين العوائل اللي طلعت هاجرت واللي راحت للدول العربية وبعدين نعم. رجعت حاملة أفكار ما كانت موجودة عندنا. وأيضا هذا التطور اللي صار بالسوشيال ميديا والعادات والتقاليد والمفردات واللبس هو اللي غير هذه الأحداث كلها. طبعا صار مفاهيم جديدة. تعاملنا مع الأشياء مو مثل بساطة قبل. صح. اليوم على مستوى الفرد انه الابن او البنت تريد تصرف تاخذ حق التصرف ما يشبه تصرف قبل. نعم. قبل كانت التلفزيون مثلا محدود، برامج ال 12 صح، سلام الجمهوري ينتهي، فكنا متعودين على قالب وسيستم واسلوب معين. تغير كل المنهاج. تغير. اليوم صار مثلا على سبيل المثال نافذه لكل شخص عنده فيس. صح، تواصل ممكن يطرح رأيه، ممكن يطرح موضوع. هو قبل لا كان يستلم رأيه على الآخرين. قبل كان يستلم بس يباوع، مشاهد يستهلك يعني بس. الآن بدأ يشارك. صارت سلوكيات خاطئة باستخدام هذا الجهاز الخطر الموبايل. نعم. صارت مشاكل. أكيد. صارت ترويج. مفهوم الترويج للإعلانات كان قبل الإعلان تلفزيوني. نعم. فتغيرت المنظومة. فلازم احنا نتكيف مع التطور الحاصل. نعم. يعني حتى في نوع المواضيع. اليوم قبل كانت مواضيع انه الزوجة الثانية، المشاكل الأسرية اللي تصير. الآن لا، طلعت المشاكل صارت مشاكل إقليمية. نعم. شخص مثلا هو في بغداد أو هو خارج العراق ويريد ياخذ زوجة منه يتزوج. فهذا مفهوم جديد. كانت العوائل يقول لك لا لازم بنتي قريبة عليه. صارت سلام. صارت تطورت الحياة وتغيرت مفاهيم كلش تغيرت. نعم. دكتور، تثيرك الأعمال الكوميدية الجديدة؟ شوفي، هو مسألة هنا يدخل بها التذوق وتختلف من شخص إلى آخر. الرذم القديم أو مثلا خلينا نقول مستوى الأعمال الكوميدية اللي كانت مطروحة قبل، خلينا نقول مثلا أيام الإجازة. نعم. حامض حلو، أبو البلاوي. هي طبعا امتداد ل خلينا نقول تمثيليات الراحل سليم البصري. نعم. وحمود الحارثي. فأكيد هي امتداد. فأخذت نمط معين، عشنا وياه ذكريات حلوة وبساطة، وكانت المواضيع بسيطة جدا. بسيطة، صحيح. الآن احنا ما يصير احنا نفصل الفترة الماضية السابقة ونشتغل بالجديد. احنا امتداد، ما زلنا امتداد للفترة السابقة اللي عملوا بها نجوم كبار. نعم. امثال الراحل راسم الجميلي، الراحل امل طه، طولة العمر الى الفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم. نعم. فاستمدينا من مسلسلاتهم واحنا استمرينا. لكن قلت لك المواضيع تجددت والافكار يعني مشاكل صارت يعني جديده. صح. قمنا نتناول مواضيع ما موجوده قبل. صار موضوع الدليفري، صار موضوع انت تشترين تتبضعين الكترونيا. صارت نمط الملابس. هسه الطفل قبل كان الطفل امه تشتري له الملابس، هسه هو يروح يشتري. هسه ياخذ مو تختاري له تقدري له، يقول لك لا مو حلو، هذا حلو. بينما لا، احنا كنا قبل لا نخضع للوالد او الوالده، هي تشتري اختيارهم. هسه الطفل هو يقرر هذا حلو وهذا مو حلو. صح. ويريد ايباد، ويريد البرنامج المعين، ويريد الكرتون المعين. كلها تغيرت. فلازم تنزلين هذا جزء مهم. اما انت تقصيه وتقولي له ما تتباوع هاي البرامج، مستحيل. وغصبا عليك تشوف، ماكو غصبا. فاليوم العقل تنور. صح. فلازم نتماشى، لكن يبقى سطوة الأب والأم بالتوجيه لأبنائهم، هاي مهمة جدا. نعم. لكن مع خياراته. أكيد. يعني هاي المنظومة تغيرت، فأكيد وين تلقي بظلالها على الدراما واختلاف المواضيع اللي ممكن نتناولها. نعم. دكتور، التغيير النمط المصري ساهم بتغيير الكوميديا من طريقة خلينا نقول السهل الممتنع والبساطة للفنان الراحل سليم البصري. شوف احنا الطريقة الجديدة اللي حضرتك انت يعني تنطيها للجمهور. نعم. يؤطرها الذكاء والحسية والجاذبية طبعا. اللي حضرتك انت، احنا نستحضر اسماء يعني ومواقف وهواي. احنا طبعا قلت لك نستمد من خلينا نقول الخزين
يعني الفن العراقي الجميل. نعم. سواء كان مسلسلات دراميه او مسلسلات كوميديه او تمثيليات كوميديه. احنا انطلاقتنا من ملهمنا الراحل سليم البصري. الله يرحمه. وتعرفين الانسان في تطور، الدراسه لها تاثير، وصار هناك خيارات ومشاهدات فيلميه سواء عربيه او عالميه. نعم. اكيد صار تطور، فهناك انماط معينه. بدينا ناسس لمدارس مثل ما كنا في مدرسه راسم الجميلي ومدرسه سليم البصري او مدرسه الفنان محمد حسين عبد الرحيم، كذلك المدارس الخليجيه للراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان الكبير داود حسين. فصار عندنا مشاهدات وصار عندنا خزين معرفي. بدينا احنا نشتغل اسوة بمصر. مصر تناولت مواضيع اجرأ من عندنا. نعم. بمعالجات كوميديا حلوه. اليوم اكو انماط معينه، انا اجيد من يعني اكثر من نمط بالكوميديا، بس المتعارف عليه انه الكوميديا اللفظيه اشتغلت عليها اكثر، فبدات تاثر عند الناس. يعني اكو لازمات بدات الناس ترددها، يعني على المستوى الشخصي. يعني هناك عبارات مثلا من الدنقه للدنقه، او مثلا عاش من سمع شوفك، شاف من قاعد عاب. تفتقر هاي الاسماء اللي حضرتك انت دائما تكون على البال؟ اني اتذكرها ولازم، بس قلت لك الحياه في تطور. نعم. فلازم احنا نفكر نفعل كيف للافضل. لان هسه اليوم كل شيء متناول عند خلينا نقول مجتمعنا. أكيد. فكل شيء موجود باليوتيوب. نعم. فلازم قبل كان كل شيء موجود، حتى نكته مو موجوده، فكان من يطلعها انت حضرتك. ايه. فهسه لازم صار الصعوبه عاد اكثر، لان البوستات الكوميديه الموجوده والتعليقات ما شاء الله العراقيين دمهم عسل، طغوا على خلينا نقول المصري في تعابيرهم. انت انا متاكد من تقرين بوستات تضحكين، تعليقات جميله من عندهم. صحيح، اكو بعض التعليقات حلوه. فانت تخيل الفنان لازم يبتكر جديد، ما ياخذ من السوشيال ميديا. اكيد. فهنا صارت مهمه بعد اصعب. زين، احنا نفتقر للمواقف، يعني برايك انه شلون يقدر يحصل على هاي الافكار الجديده؟ بالمذاكره. الفنان يلتقط كل ما هو موجود. يعني على سبيل المثال قبل كان الراتب ماكو بصمه، تذكرين؟ اكيد. مال المتقاعدين. نعم. هاي كانت ماده دسمه ممكن يتناولها الفنان. لان انا صارت قدام مشاهد يعني، وسويناها في مشاهد، انه رجال كبير يبصم ماكو، يبصم ماكو. قال له حجي شنو ايدك ناشفه، او مثلا ماكل زفر، اي والله ما يسوي هيك حجي. نعم. زين اعطينا الثانيه حجي، تعال لنا باكر اكل وجبتين دسمه وتعال لنا. صحيح. هذا ما كان هذا المفهوم، هذا ممكن لان اولا التطور اللي صار هذا ممكن غير مو الا بصمته، لان الرجال الكبير اعصابه تعبانه لازم يضغط على الشاشه ما تطلع. هاي واحده من الاليات الجديده. الفهم الخاطئ اللي يصير بالفيس، هو يراسل واحد اسمه آلاء، يقرا علاء، لكن مو هو يطلع علاء، هي تنقري علاء، فهو عباله آلاء، يراسلها على زين بنيه. صحيح. هو ولد. هذا موقف جديد. فمفردات الحياه تجددت. اكيد. عرفت شلون؟ اكيد. مثلا مواقف تصير جديده صارت بالدليفري، انت تطلبين شيء وهو يجي غير شيء، فذن ما كانوا موجودات. كذلك طريقه الوصول للدائره والبصمه ومواجهه كلها تطورت فلازم نشتغل عليها. نعم. التواصل الاجتماعي اليوم كيف ساعد الفنان إحسان دعدوش بوصول أكبر شعبية للجمهور؟ شوفي، منظومة السوشيال ميديا هي غيرت غيرت آلية العالم. نعم. كان الفنان خاصة الفنان يعني خلينا نقول الممثل أو التشكيلي كان يعرض بضاعته من خلال الجاليري أو معرض، والفنان من خلال المسلسل التلفزيوني يعني داخل الشاشة. نعم. والمسرح أثناء المسرحية. الآن هذه نافذة سريعة، وحتى اليوم صار وسيلة للارتزاق المادي. هي سلاح ذو حدين بالنسبة لانتشار الفنان واستخدامه. ممكن
ممكن يأذيه للفنان، صح. وممكن يضيف له. أكيد. يأذيه بطريقة شنو؟ يأذيه أنه من يريد يروج عن نفسه بشكل مفرط، بشكل يعني طريقة غير مباشرة، يعني يخلي الناس تمل من عنده. يوميا ينزل صورة هو وأرجيلته، هو وشاق وجماعته، هو وقاعد هيك، هو كثرة. يعني مرات الكثرة تؤدي يعني جانب يعني سلبي، يترك اثر سلبي. بينما انت اذا تقدم محتوى جيد بين فتره وفتره، او مثلا انت تصور انت في مهرجان كرمت، او انت في ندوه، قصدي انه المحتوى او انت منزل فد موضوع يطرحه حتى يفيد الناس. اما انت تستعرض نفسك من باب انه انا دا البس او واقف بسيارتي، انا اشوف وجهه نظري، لا، هاي تقلل من حتى كذلك تسويق للفنانه. يعني يكون بعض الفنانات يعني يريد يروج عن نفسهن بس ترويج بهالطريقه خاطئه، ملابس الضيقه تترك اثر عند المشاهد. صح. فهاي كلش مهمه. احنا مجتمع شرقي، مجتمع شرقي بالضبط. فكل ما انت تكون قليل الظهور، لكن من تطلع او تصور مقطع او انت تنزل ماده تتفاعل به الناس، هذا الشيء يساعدك بالانتشار. صحيح. اما انت بطريقه ما مهذبه، لا يعني ما يحب الجمهور فيأثر عليك سلبي. زين. اعمالك الكوميديه الاخيره تقديم شخصيات مختلفه داخل حلقه وحده بالثانيه، نعم. ساعدت على التنوع. زين، يعني ما انه تحس يصير حدث بتشوش عند المتلقي؟ شوفي، هو احنا نتعامل مع الاشياء، قلت لك اليوم نعود المشاهد انه هذا النمط معين. نعم. نمط من الانماط الجديده. فالمشاهد بالبدايه صح، انا بعض العوائل واطفالهم يقول له هذا منو؟ زين هذا منو؟ زين هذا منو؟ يعني يسأل ابوه، احد العوائل اكثر من عائله. نعم. فالاب يقول له والله هو نفسه. بالبدايات يعني من زرق وراق وامتدادا لحامض حلو او كوميدي. هذا الشغل الجديد هم عود الناس انه ينطي فرصه. طبعا هي فرصه للممثل يظهر طاقته وامكانيته في تجسيد اكثر من شخصيه. نعم. بس هي كحادثه جديده اول مره بالعراق تصير، وتحسب لي اسامه الشرقي انه خلال عمل واحد نشوف فنان معين في 5 شخصيات. 5 شخصيات. يعني هذا احنا نقول عليه تفرد. الجمهور تعب من الشخصيات اللي حضرتك انت تقدمها. قصدك تعب له هو تعب وقال يعني شنو هاي الافكار الجميله. اي فطبعا هذا وراء اداره، وراء كتاب ورشه عمل. لا تتصورين هذا بوحدي انا. يريد يشوف الفنان احسان دعدوش، يعني كل شخصيه تطلع لها شكل. بس تدري هو كل هذا من اجل اسعاد المشاهد. نعم اكيد. فهذا احنا نتعب عملنا يعني مو بسهوله وخاصه شلون تفاعلين الضحك. الضحك في مكانه، الضحك مو على اشياء تافهه، بالعكس. يعني من خلال مشاهدنا، يعني على سبيل المثال سعدون ابو الدراما عالجنا مشاكل كبيره، مثل ايش؟ العمه، الجنه والعمه، هاي المشاكل الازليه. نعم. فمرات الام تطبق ويا ابنها ضد ومرات نعم. هو يدلل مرته الام ما تزعل. صح. عالجناها. انتم كل هاي اخذتوها ورسمتوها وانطيتوا فكره بس فكره جميله. فكره جميله باطار كوميدي، حلينا بعض المشاكل. يعني هواي من اصدقائنا يقول هاي امي من يشوفنا منسجمين. اي والله. اكيد صح. فهو هذا اكو كوميديا لاجل الكوميديا، يعني للضحك، واكو كوميديا لا تعالج. اني مع الكوميديا اللي تعالج. وهي انواع، الكوميديا السوداء، الكوميديا الموقف، كوميديا المفارقه، كوميديا لاجل الضحك، كوميديا لاجل المعالجه. فاحنا مرينا بهم كلهم. فلذلك احد مثلا اللي ما عنده استيعاب عبو وهي كانت من اجمل الشخصيات، يعني الشخصيات حبوها الناس، المشاهد، لان هو هذا الشخص البسيط. صار عندنا بعض الناس يقولون اللي وياك غبي، انت صح، لان يقول لك مثلا جيب لي العلاقه حار بين الاثنين. اي هذا روح جيب علاقه، قال له شو جابه فارغ انت؟ قال له اي انت ما قلت لي العلاقه السوداء اللي بيها الغراض، صح، انت قلت لي علاقه سوداء. علاقه. دكتور، شنو الشخصيات حضرتك اللي حبيتها من عبو
او حضرتك التشيب وشخصيات اخرى كنوا العم. شنو الشخصيات اللي والله شوفي سعدون قريبه الي، عبوديز ابو الانجلوزو هم حلوه، لزقه جونسون، بعد عندنا سعدون ابو الدراما، عندنا ابو غايب قهوه الكذابين، كلهم اصدقائي هاي الشخصيات يعني. اصدقائي الغير منافقين، اصدقائي يعني حبيتهم، صح هم افتراضيين بس انا عشت وياهم يعني تعرفين ألفة لسنوات طويلة، فصاروا أصدقائي. صح. يعني ما أقدر أقول هذا ما أحبه وما أحبه، يعني قريبين كلهم علي. صحيح. دوحي أبو كرش. صحيح. اللي هذا حتى هذا البارت هو دعوة للرشاقة، يعني هو من دا ياكل فيأذي نفسه، وزوجته تقول له ترى تأذي نفسك، والطبيب يقول له ترى هذا الأكل دسم. هو هذا الغرض من عنده. كانت هاي من المشاكل اللي نقلتوها للجمهور يعني بمعالجة كوميدية. ما توصل عن طريق العامل الصحفي او مثلا واحد يقول لك انت لازم تضعفين، تحسيه مثل شو يدخل بكيفه. صح. فاحنا لا، قدمناها على طبق من ذهب. زين. يعني على طريقة أضربك يا بنتي وأسمعك يا كنتي. صح. فيابا ترى السمن مو زين عليك، يسوي شحوم. أنت بوقتها يعني بدورك حضرتك كنت تاكل وكنت تريد تسوي رجيم. وين هسه صفيت بعدين؟ وين صفيت؟ إيه لا، جاني في إحدى المشاهد، تحياتنا للفنان علي جابر، قال إجاك طبيب الأغذية فهو يعلمك شلون تاكل انواع اللحوم. قلت له يعلمني؟ قلت له يعلمني انا اعرف الطليه بس ابو علي اعرف طلي لو خروف. قلت له تعلم. فبالاخير يجي ينصحني بالاخير فاقول له هيك الاكل فيروح للمطبخ يقول لي وين الطاوه وين الجدر، فادلي، فما معناه عاف العلم واجا قام ياكل وياي، ما قاوم الاكل. صحيح. فذني معالجات مواضيع مهمه، وفعلا هسه انت العالم نحو الرشاقه، للجيم، للاكل، هي كانت الاكل فكره الصحي. حلوه. اي يعني للي خصوصا يعني اوزان لاوزانهم. فقلت لك هواي العالم ايش قد عالم سوت قسم عليه. صحيح. وبالفعل كان حافز من حضرتك انه اكو من اللي ضعف واراد يسمن، واكو من اللي يعني سمين ويريد يضعف. فكانت هي فكره يعني حلوه وجميله من حضرتك، وقدرنا وحبوها من خلال يعني محبه الناس لحضرتك. بالضبط. وهي تعرف ان هاي افكار ورشه عمل، المخرج عنده افكار. هو ليش يسموه مخرج خلاق ومبدع؟ ليش كلمه مبدع يقولها؟ حتى العالم تشوفه، يعني هو لازم يبتكر، حتى انه يسوي شيء جديد. يعني صح. احنا سوينا شلون واحد كانت المياه الراكده، شلون واحد يخربط المي يحركها. فهو هذا الفن، ما يبقى على وتيره واحده، اكيد تغير. فهذه الافكار الجديده تأقلمنا وياها، والمشاهد بدا يطلبها. نعم. ويحبها. زين دكتور، هناك من يرى تلك السلسله من الاعمال الكوميديه لك ولنجوم يعني خلينا نقول اخرين اصبحت اليوم تكرر موضوعاتها بشكل يعني اكثر من المتابعين. زين، تتفق معي بهذا الراي؟ هي تكررت المواضيع، يعني تتكرر، لكن هناك من يقدمها باسلوب اخر، طريقه اخرى. اي نعم. يعني مثلا مسرحيه عطيل كذا الف مخرج اخرجها، صح، بس هي نفس القصه، اي بس كل من بطريقه خاصه، كل من بطريقته. نعم. فهنا التنوع واللي اكثر قدره على التاثير بالمشاهد. نعم. هو اللي راح يكسب ود ومتابعه الناس. بس احنا وظيفه الدراما ايضا عندنا مواضيع، ما دحكي بس في الكوميديا، دحكي انه مواضيع دراميه. نعم. بلدنا الان عندنا كم هائل من المواضيع اللي بعد ما نتطرق لها، فعن طريق الدراما ممكن نعالج هواي مشاكل. صح. راح تقولي لي مثل ايش؟ مشاكل عويصه. نعم اكيد بالتاكيد. يعني هاي مثلا الفصل العشائري، يعني هاي مشاكل كبيره، فلازم ان نوصل الى طرق او معالجات حتى لا تثقل على، يعني مثلا واحد حادث دهس يقول له اريد مثلا مليارين انت مبلغ قليل، يعني دهس جيرانه مثلا، او قال له ابننا مات وهذا عنده عائله وناخذ مليارين، فهي مو موضوع متاجره. صح. اولا دهس قضاء وقدر. فاذا نتناولن بالدراما راح يصير وعي اكثر. فمهمه كتاب الدراما ومهمه المخرجين ومهمه فضائياتنا العزيزه انه يتناولون هاي المواضيع اللي تقرب وجهات النظر. صح، مثل ما ذكرنا قبل قليل. انه الاعمال اللي قمت بها الشخصيات المتنوعه. فحتى يصير رادع. صح. المسيء شنو عقوبته؟ المسيء ينطي فلوس ويطلع؟ اكيد لا.
مو المسيء ياخذ جزاءه. فعندنا مواضيع كثيره على الدراما العراقيه ان تعالجها. صح. فهاي مواضيع دسمه امام الفضائيات وامام المنتجين. حتى شوف المصريين شلون لحد الان هم يتناولون موضوع الثأر لحد هاي اللحظه. والمواضيع الوطنيه هاي اخوه ما يحتاج لها واحد يزايد عليها، انه بلدنا تعرض لاكثر من هجمه، وشلون نحافظ على اللحمه بين طوائفنا وبين بلدنا والتدخل الخارجي. هاي نقدر يعني. انت يمكن شفتي مسلسل الاختيار، المسلسل المصري كان عن قضيه سيناء والاعتداء الخارجي على مصر. فاكو مواضيع وطنيه واحنا هم لازم نتناولها. يعني الفن، مهنه الفن صعبه وهي بنفس الوقت يعني جريئه. زين. شخصية الفنانة فوزية حسن، طبعا تحياتنا لها. تحياتنا لها ست فوزية الغالية. تنتقدان التعبير التراجيدي وعلاقته بالموسيقى والإضاءة، ولكن التكرار بعد كلمة شلون. أي. زين. صار يعرف المتلقي، هل يمكن أن نكسر هذه التوقعات؟ اي شوفي، الاختيار ارجع واقول لك، الاختيار بالنسبه للمخرج اختار شخصيه من الفنانات الرائدات في مجال الدراما، بس خلاها في برنامج كوميدي، وهو عارف لان هذه الفنانه هي معروفه بالالم والحزن اللي عندها في تقاسم وجهها، في طريقه ادائها، لكن وظفها في مكان كوميدي مع فنان كوميدي في موقف كوميدي. يعني هي من بكت مو جديده على من تبكي وتنقهر، صح، والزامط ببنها وانت وليدي، لكن الموقف كوميدي. هي ايش قد ما ترتقي بالكوميدي، اي يمه انا اقول لها هلا بحسك يوم. فانحطت في موقف، وهذا ذكاء انه خلطه تطلع من عندها نتاج جديد. فبالتالي جمهور يعني شلون اقول لك، صار ولاده جديده لجمهور الفنانه الكبيره فوزية حسن. شخصيه اكول تبدع كثيرا، انه جعل عالم الاكل واسماء الوجبه وكانما هي الحياه. إيه؟ زين، انت حضرتك يعني بطبيعه يعني حياتك تحب الاكل؟ هو ما حد يسمعنا. لا ما حد يسمع. هو شوفي يعني الصحه يعني هي يمنحها رب العالمين للانسان. انا احب الاكل يعني مثل اي شخص، كنا نحب الاكل، ولكن اكو مرات افراط، واكو مثل لا عنده اصرار انه اكله معين. اني اعوذ من كلمه اني احب الاكل مو بثلاث وجبات، احبه متنقل. احب النمنمات، احب يعني اكثر من وجبه. بس المشكله انه هي فعلا انه اذا ما تقلل من الوجبات تاثر على صحتك. وبديت اعاني من عندي انزلاق فقرتين بسبب سلامتك. الله يسلمك، بسبب الاكل. فقال لازم تمنع. انا مشكلتي فقط مع الصمون والخبز. يعني مو ويا تشرب وموت عليه. زين. تحول الطعام الى ماده للحوار. إيه؟ يعني احنا قلنا انه انت اكيد تحب الطعام. ايه شوفي، هو هذا البارت مال ابو كرش. زين. كتابته خاصه جدا، انه هذا من هقد ما هو اكول مفردات اللي يحكي بيها كله بالاكل. لان هذا مهووس بالاكل. نعم. فاكو ناس اكل طبعا. يعني انت هو بس جيت تقولي له كون مال دولمه هسه، هو يقول لك اي كون دولمه ويكملها وخبز ولغاد دولكه لبن، وياكو بالحياه. صح. فالذكاء انه اختار هذا المفردات. يعني على سبيل المثال، انا كان عندي رحت يم الدلال على موضوع معين، دا اشتري بيت. نعم. فتقول لي ايه سويت يم الدلال؟ قلت لها انا لقيته دا يتغدى. شلون تمن ومرق وبيده الفخذ. انا احشار تاخذ الفخذ من عنده. اي ما لزمت الفخذ. ما لزم. فقلت لها والله باوعت علي اكل مرتين. كان تقول لي المعامله وين صارت؟ قلت لها احكي لك. هو دا جت على المعامله لقيته يتغدى.
كان الدجاجه يجرها نصين. زين. انا قمت اسلج يا بالمعامله وين؟ قلت له منتظر يغسل ورا ما غسل. قلت يلا غسل ورا. كان يمد ايده على الفاكهه من يمي، انا قزبر جلدي بس صرت اكل. كملت المشهد وانا احكي بس على الاكل، المعامله معه. نسيت المعامله. نسيت المعامله. فطريقه كتابه الحوار، هناك مجموعه من الشباب المبدعين غيروا الخارطه لمفهوم الكوميديا السابقه. طريقه جميله، طريقه جديده. فهو هذا التجديد منح الفنان ومنح المشاهد متعه المشاهده والتنوع اللي صار. فالحمد لله والشكر، ما زالت هناك تجارب تطلع، تجارب جديده. أكيد. واكيد هناك مو بس احنا، ايضا مجموعه علي فاضل ولايه بطيخ، وايضا هناك مجاميع من الفنانين ايضا اشتغلوا على المنظومه الجديده بالنسبه للكوميديا. دكتور، كنت تاكل وتمسح بقميص الفنان علي قاسم الملاك. علي قاسم. شلون كان رده فعله بعد التصوير؟ طبعا الملابس مال يعني مال العمل، مو ملابس الشخصيه. يعني مو ملابسه؟ لا مو ملابسه. زين. بس هي انت شلون تحوليها الى تلقائيه اعتياديه. انا احب انه ما اصطنع بالتمثيل. نعم. فتخيلي قميص هو كاشف به، فاني الزمه ولونه ابيض. لونه ابيض كان يمكن اتصور. اي وامسح به. قلت له دقيقه باوع، انت انا اعتمد عليك. زين. لا تصير راخي. ونسيت اقول لك. تلزمه كل ساعه. زين، ردود فعله كان بعد التصوير شلون؟ يعني بعفويه او لا هو شنو استقبلها؟ قال هاي سوت. قلت له هو هذا المشهد. انا جاني اعازه من مخرج تتصرف ويا الملابس. زين. قال مو راح تنتلف، خاف البسها. مرت له قلت له لا ما لي علاقه. زين. المهم اللي لزمت الملابس. زين. هي كانت يعني طبعا حلوه وجميله. حلوه كانت يعني وبيئه تلقائيه، يعني انهم ماكو تكلف. اي صحيح، يعني عفويه. عفويه. طبعا دكتور احسان، انت حضرتك تؤكد دائما باننا يعني نعاني من ازمه بالكتابه الكوميديه. اي نعم. شلون يعني توضح انه اكو هاي المعاناه؟ مو هي شوفي هنا منطقه الكوميديا ومنطقه التاليف يحتاج لها ذكاء، يحتاج لها موهبه الكاتب. نعم. مو اي كاتب يكتب كوميديا. هسه ممكن شباب يكتبون دراما، لكن الكوميديا بنائها صعب، بناء صعب. يعني انت شلون تخلين ببالك موضوع معين وشلون تخرجيه للناس، شلون تصنعين موقف كوميدي. صناعه الموقف الكوميدي ما يجي زين. انت اذا ما تضحكين بالورق شلون راح تضحكين بالمشاهده؟ اكيد. فعندنا معاناه فيما يخص الجانب الكوميدي. كتاب قليلين جدا يعني موجودين، لكن بحجم عراقنا الجميل قليلين جدا. قليلين بالفعل. يعني اذا اريد يعني ما يعني ابالغ، يمكن 4 5 ببغداد. بالمحافظات لو يطلعون 2 لو 3 ما صح. فيعني لذلك هي دعوه لكل عشاق الفن واللي هوسهم بالكتابه وعندهم موهبه الكتابه لا يبخل على نفسه. الان عندنا معاهد بالرصافه، معاهد فنون بالرصافه وبالمحافظات، وعندنا كليات فنون جميله. ف بامكانهم يعصرون مخهم وموهبتهم ويدربون على اساليب الكتابه. اكيد. اي فضروري جدا. ضروري. لان هسه اليوم احنا نتعامل، انا بالنسبه لي اتعامل مع الرواد والشباب من الكتاب. الكاتب الشاب احنا ناخذ بيده، حتى لو كاتب المشهد جزء من عنده يعني سطر واحد ما نلغيه، لا نكمل وياه، نصلح له، نعطيه ملاحظات حتى يصير كاتب. صحيح. وعنده تجارب حلوه. اكيد. يعني من الشباب اللي يعني ساعدتهم ووصلوا لي، صاروا مهمتهم، صاروا كتاب معروفين. ما شاء الله. اي منهم الكاتب محمد حنش اللي بدا تطور وكتب خان الذهب. محمد حنش. نعم. وكتب الكوميدي وكتب ايضا حامض حلو وانجلوزو. نعم. وعندنا اضافه للكاتب الكبير حسين النجار، وايضا الشاب عماد والناس، والكاتب الشاب ايضا حسن الشمري. نعم. حسن الشمري ومحمد اني اخذت بيدهم. ما شاء الله. اي فاحنا نريد هذا النفس
مع كتابنا الشباب ناخذ يبدعون بيدهم بالكتابة، حتى يطورون. ايضا عندنا فاضل عباس ايضا من الكتاب الجيدين، ونطمح الاكثر. يعني انت تعرفين كل كليه بيها ما يقارب 30 طالب. صح. فللاسف لو يطلع بهم واحد لو ما يطلع. دكتور، عاده يقع الثقل على الممثل الكوميدي، يعني برايك ليش دائما انه يعني يقع على الممثل الكوميدي؟ الممثل الكوميدي يستحضر كل ادواته. الممثل الكوميدي احنا نعتبره اللاعب الاساس بالعمل الكوميدي. فاذا انت تستحضرين ممثل مو كوميدي وتجيبيه بعمل كوميدي راح تتعبين. اكيد. لان هو الفنان الكوميدي هو عارف اللعبه، عنده مؤهلات، يعني حركه الجسد، البودي تكنيك، القدره على الارتجال والابتكار، هاي كلها مقومات. هل هذا الفنان قادر انه يجسد هاي الشخصيه؟ فهي لذلك تشوفين قليل من يتحمل مسؤوليه عمل. اكيد. فاحنا الحمد لله والشكر اليوم الافاق انفتحت. احنا ما نقل اهميه عن الفنانين العرب والخلايجه والمصريين، يعني امثال هنيدي، محمد هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد، عندنا امكانيات حلوه. اكيد امكانيات. لكن احنا يعوزنا الانتشار، وباب الافلام السينمائيه الكوميديه مسدود. نعم. بس ان شاء الله انا في الايام القادمه اعلنها من خلال قناه السريانيه العراقيه، مقبل على فيلم سينمائي كوميدي جماهيري ان شاء الله. نتمنى لك كل تجربه جديده ان شاء الله. دكتور، يستطيع نجم ان يعني يحمل ثقل المسلسل بمفرده، يعني انه يقدر يحمل هذا اذا كان عنده مؤهلات يقدر طبعا. زين. طبعا يتحمل مسؤوليته. بس هو بالتذاكر مع المخرج. ممثل بدون مخرج يضيع، لان المخرج هناك يحدد توجيه ورسم الشخصيه. اكيد. لكن الجانب الابداعي الفنان هو اللي يتحكم بالدور بعد. صح. لان يضيف من خبرته المعرفيه على الدور. اكيد. فهذا خلينا نقول الثلاثي، المؤلف والممثل والمخرج، كفيل بان يصنع عمل جيد. اكيد. دكتور، عاده تتكسر اواصر التعاون بين الممثلين بعد تقديمهم الاعمال الناجحه، شنو السبب برايك؟ الاستمراريه هي اللي تمنح الفنان، خصوصا اذا كان عمل ناجح. للاسف يعني احنا ما عندنا سلسله مستمره. تشوفين فنان ظهر قبل 3 سنوات عمل مميز، ولكن 3 سنوات ماكو، اختفى. مو هو يختفي، اما الفرص ما تجي. فهذا يقتل الفنان، يقتل روحيته، ما يكمل مشواره، ما يقدر يكمل ولا صحيح. يقدر يواكب التطور اللي وصل له الفن. فلذلك مثل اللاعب من يترك يحتاج الى تمرين حتى يرجع. اكيد. فهي عمليه مستمره. دكتور، لماذا الكوميديا تنجح بالتلفزيون ولم تنجح في المسرح برايك؟ شنو السبب؟ شوف، هي مو ما تنجح بالمسرح، لكن اسباب عزوف الناس على مشاهده مسرحيات بالفتره الاخيره قل. بالتلفزيون وسيله التلفزيون انت قاعده وتجيك الماده تشوفيها، بس المسرح انت تتعنين تروحين. صح. لكن هناك ايضا مجموعه امور اثرت على المسرح. يعني احنا قبل اسبوع توقفنا من مسرحيه قدمناها على المسرح الوطني، ما اجانا جمهور واسع على المسرح. اولا يجوز التوقيت كان امتحانات، 2 نوع المسرحيه، 3 توجه الناس، ما عاد المسرح هو ملهمهم. السبب الخامس والرابع البطاقه يجوز غاليه، فعده عوامل. لكن المسرح له خصوصيته، وفي الفتره الماضيه قدمنا اعمال جميله جدا، وايضا ان شاء الله احنا ايضا مستمرين في اعمال مسرحيه مع نخبه من الفنانين المحترمين. حضرتك انت كنت تقدم باحدى القنوات MBC عراق، لكن هسه حاليا انت توقفت عن التقديم. نعم، مو انا توقفت، انه اداره القناه وقفت برنامج كان ممكن يستمر، ومن البرامج الناجحه هو الليله ويا دعدوش، كان يعني ترك اثر عند الناس وما زال بالاعاده. اكو رجوع؟ اكو غير فكره يعني قريبه.
واذا ما صار فرصه على الام بي سي، موجوده قناه شبكه الاعلام العراقيه ايضا إن شاء الله. لان ذاكرت وياهم قبل اسبوعين. إن شاء الله. ممكن نقدم برامج حلوه، وانا يعني اكثر من 5 سنوات انا مقدم مختلف البرامج في شبكه الاعلام العراقي. اكيد. دكتور، انت راضي عن الاعمال الكوميديه اللي تعرض على المسرح؟ اكيد مو كلها، لا طبعا مو كلها، هناك البعض منها لان تحمل فعلا خلينا نقول مواصفات المسرحيه الكوميديه، والبعض لا تمتلك يعني خلينا نقول مقومات. بعض الاعمال فقط. اي طبعا بعض الاعمال. زين. لدينا نجمين كوميديين في العراق، احدهما حضرتك. يشترك ذلك بالمسؤوليه؟ تعتبر اكو اشتراك بالمسؤوليه؟ المسؤوليه من ناحيه شنو المسؤوليه؟ ناحيه انه هو يعني يقوم بدوره كنجم على المسرح او على التلفزيون. لا شوف، لكل فنان له خصوصيته، واليوم هذا التنوع يعني اكو شعور بالمسؤوليه بالنسبه للفنان؟ كل المسؤوليه. ما عاد الفنان الحقيقي انه فقط حب الظهور، انا طلعت وشفتوني، لا. اليوم مهمه صعبه، والاصعب شلون تحافظين عليها. نعم. يعني انا مسيرتي اكثر من 25 سنه، هذا عمر، فاكيد صارت خبره وتعامل مع كل عمل اقدمه، فزادني مسؤوليه. صح. حتى نكمل هاي المسؤوليه واحنا امتداد قلت لك لفنانين الرواد. يعني ان شاء الله بالتوفيق من رب العالمين اقدر ابقى على هذا النهج ان شاء الله، وما تاثر ب خلينا نقول الاعمال الهابطه والاعمال اللي أكيد. تسيء لذائقه العائله العراقيه. يعني بدايه انه بالتقديم قلت انه يعني حضرتك انت نجم ساطع بالشاشه العراقيه. الشكر، وما زلت اتعلم. يعني ان شاء الله. كلمه نجم هم مسؤوليه. ان شاء الله. دكتور، ما الذي تنصح به الممثل الكوميدي الجديد؟ نصيحتي لكل الشباب العاملين في حقل الفن، سواء بالتراجيديا، نعم، الدراما او الكوميديا، لكن على وجه الخصوص يعني بشكل عام واحكي بخصوص الحقل الكوميدي. الحقل اللي خلينا نقول الدراما، الممثل الحقيقي اولا الموهبه، احنا مو ضد الموهبه، لكن اذا قدر يدخل معهد الفنون الجميله ويتلمذ على مناهج مسرحيه ونظريات نعم. تمثيل يكون اسلم، لان حتى يتسلح بالعلم، لان الموهبه بوحدها ما تكفي. ونصيحتي لكل شاب عراقي انه لا يستعجل الظهور من اجل انه الفات النظر وانا صرت ممثل ولازم سعري هيجي ولازم انا اخذ دور البطل. صح. كنا تدرجنا، بدينا بادوار ثانويه لحد ما وصلنا. صح. اليوم المنظومه اختلفت، هناك مثلا مخرج معين قال له والله اريدك لدور البطل، تصير مو ما تصير، لكن يتمكن بس فقط المتمكن. لكن الصعود السريع سقوطه بسرعه. صحيح. كذلك العاملين على وجه الخصوص في المجال الكوميدي، التنكيت او النكات غير التمثيل. التمثيل تقمص، التمثيل فهم. فممكن اليوم اكو نافذه حلوه هي من السوشيال ميديا، تيك توك واليوتيوب، كل شاب لا ينتظر فرصه تلفزيونيه الا يشتغل في مسلسل، ممكن مع مجموعه من الشباب يقدرون يقدمون برامج او مشاهد تمثيليه سكتشات بسيطه، لكن بعد ان يعرضها على مجموعه من الفنانين او المختصين متابعة. حتى يصحح له، لان احنا نرفض يعني الوصول الى خلينا نقول الجوانب الدينيه والجوانب السياسيه والتجريح وعدم الابتذال. فذني المقومات لازم يخليها بباله الممثل الشاب، مو كيف يحكي. اكيد. فانت اذا تلاحظين مرات تطلع مشاهد بها شغلات نابيه، لان ما حد قايل له تصحيح، اجى ما حد صلح له. صحيح. فنصيحتي لكل الشباب المحبين والموهوبين انه قبل ما يمثل يشوفنا النص، ممكن نعدل له حتى يطلع بشكل لائق. دكتور، لديك جمهور كبير واعمال يتابعها كل المشاهد العراقي، تحب اليوم توجه كلمه طيبه وحلوه من حضرتك من خلال قناه السريانيه؟ والله من خلال قناه السريانيه العراقيه يعني كل الحب والتقدير لجمهورنا الكريم بمختلف اطيافه، ونشكرهم على اهتمامهم ومتابعتهم لاعمالي، وإن شاء الله أكمل مشوار عملي ونقدم لكم أفضل ما عندي من أجل إسعادكم والترفيه والتخفيف عن كاهلكم إن شاء الله. دكتور، يعني إحنا بصراحة ما نحب نختم وياك، لكن نريد نعرف آخر
يعني سؤالنا أنه برستيج الفنان إحسان دعدوش. يعني على مستوى الشخصي تعرفين أنا مشرف التربية يعني بالقسم الإعداد والتدريب. نعم. وأيضا عندي مجموعة من البحوث العلمية هم ماخذة من وقتي. إضافة للبحوث العلمية حاليا عندنا برنامج جديد أنا والفنانين رائعين، الفنان علي جابر والفنانة زهرة علاء. برنامج اسمه شكر لما للمخرج علي الزبيدي. أيضا هذه نافذة حلوة، امتداد لبرنامج هاشتاج يعالج الظواهر الموجودة في مجتمعنا بطريقة كوميدية حلوة إن شاء الله. أيضا عندنا هناك دعوة لعرض مسرحيتنا أنا والفنان أياد راضي. أنت تحدثت لي عن الأعمال لكن ما تحدثت لي عن برستيجك اللي حضرتك أنت يوميا تقعد شو تسوي؟ أوكي. برستيجي شوية أنا طقوسي يعني حلوة. نريد نعرف طقوسك. إيه طقوسي. وجبة الفطور لازم أتريق يلا أطلع من البيت مهما يعني كان. مو تشري بالفطور؟ لا فطور صباحي. 2 أحب الهدوء. أحب ألبس يعني لبس ما يتكرر. أحب يعني أبتعد عن الأماكن المزدحمة لأن عملنا هو زحمة. فلذلك تشوفيني ألجأ لي سماع يعني الأغاني الهادئة والأماكن الهادئة. عصبي المزاج شوية فلذلك أستعين بالسبحة شوية. لكن المشاهد ما يشوفك دائما عصبي، لكن أنت عصبي مثلا اي مرات وتعرفين داخل البيت أنا أب وبالتالي عملنا يحتاج لبي اتنشن يعني يحتاج الى استرخاء. وكل هاي الملحة وكل هذا من اجل العمل. يعني انا ما عندي لا اباليه. احب الشرابت. حلو. احب اتمشى في بغداد. احب الخضار وقلت لك احب الهدوء. طبعا احنا سعيدين اليوم بوجودك ونشكر حضورك ونشكر وقتك اللي حضرتك كنت تدللين ست مها، وشكرا على هذا اللقاء الجميل من خلال قناة السريانية العراقية، وأمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية. شكرا لك، شكرا جزيلا مرة أخرى. إذن أحبتي المشاهدين شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.